بتتكسف تطلب تروح الحمام وانت في الشغل او المحاضره؟ حاسس ان مرضك وصمه بتخبيها عن الكل؟ تعال اقول لك ازاي تعيش بثقه وتكمل شغلك ودراستك رغم الاي بي دي. دكتور أحمد جلال، دكتوراه أمراض البطنة جامعة الإسكندرية، عضو وزميل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي. الاي بي دي حاله طبيه زي الضغط والسكر، مفيش فيها اي حاجه تخجل منها او تخاف منها. واجه مديرك او مدرسك بذكاء، اطلب تسهيلاتك بوضوح. التسهيلات دي مش دلع، دي اللي بتخليك تشتغل وتنجز. وركز في شطارتك وشغلك، الشغل يهمه انتاجيتك مش عدد مرات دخولك الحمام. نجاحك هو اللي هيخليهم يتكلموا عنك. جهز شنطه طوارئ دايما معاك، مناديل، معقم، غيار خفيف، كيس صغير. اعرف اماكن الحمامات واخرج وسافر وعيش، بس نظم. ما تخليش خوفك من نظره الناس يحبسك جوه البيت، انت اقوى من كده. شوف الحلقه كامله على اليوتيوب لمعلومات اكتر، وقول لنا ايه اكتر نصيحه ساعدتك تتعامل بذكاء في الشغل ولا في الجامعه. احكوا لنا في الكومنتات عشان ننصح بعض. تشخص صح عشان تتعالج صح.